قاعة مشاهير البريمير ليج نكتة من غير راين جيجز، بس يا ترى ليه جيجز مش فيها؟ كل مرة البريمير ليج بيعلن قائمة المرشحين لدخول قاعة مشاهيره بتحصل حالة جدل كبيرة بسبب غياب اسم جيجز عن الترشيحات، ولو ما لحقتش جيجز وهو بيلعب فهو من اساطير مانشستر يونايتد وفاز ب 13 لقب دوري واكتر لاعب صنع اهداف في تاريخ المسابقة. طيب ليه مش بيدخل؟ ممكن بسبب تاريخه خارج الملعب. الراجل خان زوجته مع زوجة اخوه وانتهى الموضوع بطلاقه، ومؤخرا اعتدى على صديقته ما تسبب في رحيله عن تدريب ويلز، لكن تمت تبرئته بعد 3 سنين من اتهامه. المهم حصلت مشكلة كبيرة وفي ناس قالت ماشي ما ترشحوش جيجز عشان تاريخه، بس ما انتم مرشحين جون تيري. ولو ما تعرفش فتيري اسطورة دفاع تشيلسي خان صديقه وزميله في الفريق وين بريدج مع مراته، وقصص الخيانة في كرة القدم مختلفة، اشهرها مثلا ماورو ايكاردي لما قابل مثله الاعلى ماكسي لوبيز وفي النهاية خانوا مع زوجته واندا نارا وانتهى بيه المطاف بالزواج منها قبل انفصالهم مؤخرا. طبعا الموضوع لا يخلو من العواقب وما اكثرها في كرة القدم. يعني مثلا الرأي العام بيرفض رفض تام للغشاشين زي ما حصل مع ايكاردي وتيري وجيجز حتى لو كانوا نجوم. تيري مثلا خسر شارة قيادة انجلترا وانهارت صورته كقائد للاعبين، او باريس سان جيرمان لما فسخ عقد لاعبه خيسي رودريجيز بعد فضيحة له. سوء السلوك بشكل عام بيؤدي احيانا لانهاء مسيرة اللاعب تماما، لان الموضوع مش رياضة وبس، سمعة كمان. ضيف عليها انه بيسبب له مشاكل مع الرعاة وبيقلل من فرص تمثيله للفرق الكبيرة او حتى احيانا مشاركته، لان لعب كرة القدم والرياضة بشكل عام مبنية على ثقة الجماهير ومدى تقبلهم للظروف المحيطة.